ما كانش يوم خاطش حنا الفقه ربي يجيب وما يغيظكمش الحالة، حنا الفقه في الدين ربي يجيب إلا من رحم الله. ما كانش يوم ربي يعتق فيه الناس من النار كيوم عرفة. أكثر يوم يعتق فيه الخلق من النار هو يوم عرفة. ولهذا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على صوم يوم عرفة، وقال من صام يوم عرفة رب العالمين يكفر عليه سنتين من الذنوب، سنة ماضية وسنة قادمة. وليلة القدر ليلة مجهولة، لكن يوم عرفة هو البارحة هو يوم معلوم. وفي ليلة القدر قال تنزل الملائكة، لكن يوم عرفة يا حسرة، يوم عرفة ينزل ربي لسماء الدنيا، الرب جل جلاله العظيم الكبير المتعال، بنزول يليق بجلاله وبعظيم سلطانه. وكي ينزل يقول للملائكة، كي يقول لهم معناتها ربي جاهل؟ لا ماشي هكذاك، احنا برك ما نعرفوش. ربي راه يسألهم على العباد نتاعو باش ربي يبين للملائكة واش يسواو العباد نتاعو عنده. يقول لهم ربي ماذا يريد هؤلاء؟ هذو اللي راهم بالفط نتاعهم وبالإزار وبالرداء والعرق يصبب عليهم والغبار، واللي حفيان واللي بالنعل واللي بصباط. ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريدون؟ يقول الملائكة رب العالمين، يقول هؤلاء يريدون رحمتك ويريدون مغفرتك، يسألونك الرحمة ويسألونك المغفرة. الإجابة قال الله للملائكة أشهد كل الملائكة أشهدكم أنني قد غفرت لهم. لا إله إلا الله. هنا هذه قد غفرت لهم، هذه ممن شهد عرفة اللي كان حاضر في عرفة، وممن لم يشهد عرفة. يعني احنا اللي رانا هنا في رويسو البارح، اللي كنا هنا في رويسو، والبارح اللي كانوا في صعيد عرفة، احنا وهما سواء في ماذا؟ أشهدكم أنني قد غفرت لهم. وربي تعالى في ذلك اليوم المبارك يوم عرفة يعتق الرقاب نتاع الخلائق من جهنم، سبحانه لا إله إلا هو. فكان أعظم يوم عند الله هو يوم عرفة، وفيها كثرة الدعاء. قال يستحب فيها كثرة الدعاء، وبالأخص في يوم عرفة، وبالأخص في عشية يوم عرفة. البارح من العصر للمغرب واش كنا نديروا؟ ماذا كنا نصنع؟ هذا السؤال. من عصر البارحة تاع العرفة، من عصر ذلك اليوم إلى المغرب، قال ينزل عشية يوم عرفة الرب عز وجل. فماذا صنعنا في هذا الوقت؟ يا ودي ماتت السنن، مات هدي الرسول ومات هدي السلف، وانشغل الناس بالفاني، وانشغل الناس بالقيل والقال، وانشغل الناس بالملذات والشهوات، وانشغل الناس بحطام الدنيا، وانشغل الناس بأمور لا تنفعهم ولا تقربهم من الله. الله أكبر، ماتت السنن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان العاقل هو الذي يبحث عن المناسبات أو عن النفحات الربانية، فيستغلها فرصة يتقرب بها إلى الله، كيوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة ساعة الاستجابة، يوم عرفة، العشر الأولى من ذي الحجة، العشر الأواخر من رمضان، كثيرة هي الساعات
التي فيها من الفضائل ما شاء الله تبارك وتعالى. إذا كنت حاضرا فيها فزت ورب الكعبة. ومن كان غائبا نسأل الله لنا وله العافية.